الفيلم بيحكي عن واحد مراته بتموت فبيقرر انه ينتقم بطريقة ما تخليش اي حد يشك فيه. هي دي حدوتة فيلمنا النهاردة. فيلمنا بيتكلم عن لوك اللي بيروح المركز يبلغ انه عمل حادثة هو ومراته صوفيا وهم رايحين ناحية الجبال واغمى عليه، فالظابط بيروح يشوف مكان الحادثة، وتاني يوم بتنزل دورية تفتش حوالين المكان في الغابة، وهم بيدوروا بيلاقوا الشبشب بتاعها، فبينهار وقتها واحد من الكرويين اسمه بلان بيحاول يساعده، ويوم في التاني الكرويين اللي كانوا بيساعدوهم قالوا، والشرطة بدأت تنسى الموضوع، بس لوك كان متأكد انه هيلاقيها، ففضل قاعد في العربية وينام فيها، كل يوم يروح المركز يشوف لو في جديد، وده خلى الكرويين يقولوا ان الشرطة ملهاش لازمة، فالظابط راح له وعرض عليه سكن بس يبطل يروح الغابة، بس هو رفض. طول ما لوك كان قاعد في الغابة بلان كان بيقعد معاه، وفي يوم الشرطة بتقبض عليهم لانهم كانوا مخيمين في مكان عمومي. بعدها جوز اخت بلان واسمه شاشنكان بيروح المركز يطلعهم، فبلان بيطلب منه يوديه بيت ابنه ديليب اللي في الغابة، وبيقول له انه مات قبل ما يكملوا، فلوك بيتفق معاه انه هيشتريه، وعلى ما بلان راح يجيب العقود من البيت ورجع لقى شاشنكان قاعد بيقنع لوك انه ما ياخدش البيت، وبيقول له انه مليان اشباح وان روح ديليب عايشه فيه، بس ما اهتمش بكلامه وخد العقود من بلان واداله الفلوس. واول ما بلان بياخد الفلوس بيقرر انه يختفي من البلد، فبيرمي الموتوسيكل بتاعه وبيمشي. وقتها بيسمع صوت غريب وراه بس ما بيلاقيش حد فبيكمل طريقه، انما لوك بياخد عربيته وبيروح البيت وبيبدا انه يظبطه، وبعد ما بيخلص وهو قاعد بيتخيل قدامه واحد لابس قناع. تاني يوم مرات بلان سيتا وابنه بيروحوا يبلغوا في المركز انه مختفي من وقت ما خد الفلوس، ولما الضابط اشرف بينزل يدور عليه بيلاقيه ميت وسط الغابه والفلوس مش موجوده. في الوقت ده العمال في مصنع ديليب بيقعدوا يتكلموا مع سوجاتا مراته علشان المرتبات، وهم بيتكلموا الشرطه بتعدي من قدامهم عشان يفتشوا مكان موت بلان. ولما لوك بيحضر الجنازه انيل ابن بلان بيبقى متضايق من وجوده، حتى جارهم ساسيتان اللي كان بيحب سوجاتا بيبقى مستغرب من وجوده وبيفضل يراقبه وهو شاكك فيه. وبعد الجنازه لوك بيتخيل تاني الراجل اللي لابس قناع وهو واقف قدام باب اوضه، ولما بيدخل وراه بيفضل يتفرج على الصور اللي فيها. في اليوم ده بالليل ولوك نايم هو وامه سمع صوت بس ما كانش فيه اي حد، فطلب من امه تبات. تاني يوم ساتيسان عدى على امه وقال لها ان ممكن يكون هو اللي قتل مراته، واخترع القصه دي كلها، والاكيد انه جه المكان ده عشان حاجه محدش يعرفها غيره. في اليوم ده لوك بيمشي ورا انيل وبيكون وراهم الضابط اشرف، بس اول ما انيل بياخد باله بيقف في مكان تاني، ولوك بيكمل طريقه لبيت شاشنكان، وهناك بيقول له انه مستغرب ازاي اهل البلد يقتلوا بلان بالطريقه دي علشان الفلوس، وانهم لازم يدوروا على اللي عمل كده، وبما انه الاخ الكبير فهو اللي هياخد الفلوس. بس شاشنكان بيقول له انه مش عايز الفلوس، واول ما لوك بيمشي شاشنكان بيجري بسرعه مكان الفلوس وبيطمن انها موجوده. وبالليل شاشنكان بيصحى على صوت الكوخ اللي فيه الفلوس وهو بيولع وما بيقدرش يطفيه، فبيفضل قاعد مكانه لحد تاني يوم. ولما انيل بيروح يساله بيقول له انه متاكد ان لوك هو اللي حرقه. الحقيقه كانت ان صوت الموتوسيكل اللي بلان سمعه وهو ماشي كان صوت موتوسيكل ابنه اللي راح وراه بعد ما شاشنكان حكاله عن اللي حصل، ولما كان بيقنعه يديهم الفلوس ورفض اتخانقوا سوا لحد ما انيل موته، وشاشنكان ما قدرش يلحقه فرموا جثته وسط الغابه وخدوا الفلوس. وفي تحقيق الشرطه لوك حكى لهم عن اللي حصل، وشاشنكان قال لهم ان اخر مره شاف بلان لما خد الفلوس. بعدها انيل وشاشنكان قرروا يرجعوا الفلوس من لوك فراحوا على بيته. وقتها لوك حس بحركه وافتكر لما موت واحد من الاتنين المقنعين اللي سرقوا الخزنه، وبعدها خرج على صوت صوفي وهي بتصوت، لقاها على الارض والمقنع التاني هرب. ده بيخليه اول ما بيشوف شاشنكان وانيل بيتخانق معاهم وبيضرب شاشنكان، وبياخد عربيته وبيجري ورا انيل اول ما بيخرج من البيت لحد ما بيخبطوا بالعربيه. زي ما قبلها خد مراته بعد ما اتضربت وحاول يلحقها في المستشفى بس ماتت. في الناحيه التانيه سيتا فضلت تتصل عليه بس تليفونه كان في البيت، ولما دخلت تجيبه لقت صوره على الحيطه متلون فيها على وش ديليب كانه لابس قناع، بس ما كانتش تعرف ان لوك اللي عمل كده. وقتها جالها اتصال من المستشفى ان عربيه نقل خبطت انيل، وهناك لما المستشفى طلبوا الحساب قالت لهم ان سوجاتا هي اللي هتدفع، ولما لوك سالها عليها قالت له ان الفلوس اللي معاها من مصنع ابنها، واول ما خلصت عزم عليها بقهوه وانهم يفطروا سوا في بيته بس ما ردتش عليه. تاني يوم وهي رايحه الشغل لقت العمال عاملين احتجاج علشان المرتبات، وده خلى سيتا تروح للوك البيت تطلب
بيطلب منه فلوس مقابل انه يشتري المصنع، بس لازم سوجاتا توافق الاول لان المصنع باسمهم هما الاتنين. ولما رفضت لوك راح لها وقال لها ان ممكن يكونوا شركه ويساعدوا انيل، فوافقت. في الوقت ده امو عملت اعلان عن اللي يلاقي صوفيا، ده خلاه يتضايق وراح لها. اول ما شافها سالها عن عيلتها فقالت له انه ما عندهاش، وفي الكلام قالت له ان ساسيتان بيقول عليه انه بيخطط لحاجه كبيره وان الموضوع ليه علاقه بسوجاتا، لانه في الاول اشترى بيت ديليب، بعدها شاركها في المصنع، بعدها راح لبيت سيتا وقت طقوس ذكرى ديليب وقالت له ساعتها ان الميت لو محققش حاجه نفسه فيها روحه بتفضل حواليها. ده خلاه مصر ينتقم. وبعد ما سابها وهو مروح ساتيسان كان عامل له فخ، اول ما يعدي كاوتش العربيه يفرقع. وقتها لوك قدر يتحكم في العربيه وما حصلوش حاجه، ولما نزل لقى ساتيسان وراه وبيساله عن امو، فقال له انها خدت اللي كانت محتاجاه ومشيت. واول ما ساتيسان حاول يضربه لوك بعد عنه وضربه في الاخر. وهو بيدخل العربيه ساتيسان ضربه جامد على راسه لحد ما وقع على الارض. ساعتها امو بعد ما لوك اداها شنطه الفلوس اللي كانت مع بلان اتصلت بساتيسان قالت له انها هتسافر بلدها شويه وانه يبعد عن لوك. وقتها وسيتا في الجنينه لقت مكان جثه ديليب بايظ، فنادت بسرعه على انيل فقال لها انهم هينقلوا الجثه. ساعتها ما لقوش الجمجمه فترعبوا جدا، انما لوك بعد ما ساتيسان خبطه اتنقل للمستشفى، وهناك الدكتور اتصل بسوجاتا تروح تاخده. بعدها وصلته البيت وحاول يمنعها تمشي، واول ما مشيت في حاجه قعدت تضرب فيه ووقعته على الارض، فقام ودخل اوضه ديليب وقال انه عمل ده كله علشان يجيب سوجاتا البيت. بعدها بدا يضربه تاني. وقتها افتكر عزا صوفيا وحالته بعد ما روح البيت، وانهم حجزوه في المستشفى واتهموه انه اللي قتلها بسبب بصماته. في الوقت ده فاق وهو في المستشفى مبسوط انه استفز ديليب. المفاجاه كانت ان لوك حاطط جمجمه ديليب في البيت ومحدش يعرف. بعدها راح بيت سوجاتا وقبل ما يعمل اي حاجه ديليب بيضربه، فخرج بسرعه قبل ما سوجاتا تشوفه. وقبل ما يمشي قابل مامتها بره فدخلته معاها، وفي الكلام قالت له انها بيجيلها نوبه وبتفضل تعمل خروم في الاوضه وتقول ان ديليب لسه موجود، فقال لها انه عايز يتجوزها. ولما دخلت تقول لها اتعصبت جدا وقالت لها تمشيه. وبعد ما مشي من عندهم راح لسيتا قال لها انه هيتجوز سوجاتا علشان كده عايز بركتها. بعدها راح المركز يقدم ان ساتيسان دخل بيته وضربه، ولما الشرطه استجوبته اعترف انه ضربه بس مش في بيته. ساعتها الضابط ما اهتمش بكلامه قوي وامر انه يحبسه. بعدها الضابط اشرف قال له ان لوك اتقدم لسوجاتا فاتضايق اكتر. في الوقت ده سيتا راحت لسوجاتا وقالت لها بما انها بتحبه فالمفروض تتمنى لو هتموت معاه. وبعد فتره سوجاتا وافقت. وبعد الفرح لوك كان مستغرب ان ديليب ما عملش حاجه، وتاني يوم لما صحي فضل يدور عليها، ولما ما لقاهاش راح لها المصنع وروحوا سوا. وهو في المصنع سأل بابه لو حابب يقفل المصنع يعمل ايه، بس افتكروا بيهزر. ولان سيتا كانت متضايقه من جوازهم فضلت تفكر لحد ما وصلت لحل، وقالت لانيل يتصل باديف المحامي ويقابلهم. وهناك قالت لهم ان ديليب كتب المصنع باسمها وهي مراته، وبما انها اتجوزت واحد تاني فالمصنع من الناحيه الاخلاقيه والقانونيه مش من حقها والا هيدخلوا في محاكم. بس سوجاتا رفضت وقالت لهم ان ديليب مات من سنتين وهي اللي شالت كل الشغل. هنا لوك قرر انه يتدخل فهددهم وضربهم لحد ما خرجوا من المصنع. ده خلى كل العمال تنبهر بيه. وقتها ساتيسان كان واقف بره المصنع بيراقب. تاني يوم سيتا قدمت فيهم شكوى، ولما قفلوا المصنع عملت حلويات ووزعتها على الكل. وبالليل ساتيسان راح لاشرف وساله لو يعرف حاجه عن لوك. ووقت ما لوك وسوجاتا كانوا بيتخانقوا على الاكل الباب خبط، ولما فتح لقاه الضابط اشرف بيطلب منهم يتكلموا. وفي الكلام قال له ان الثروه اللي عملها ديليب في دبي مصدرها غريب، وان كل الفلوس اللي معاه اكيد من السرقه، وانه لقى خبر في الجورنال بيقول ان في حرامي اسمه شافي مات وهو بيسرق هو وصاحبه، وان اللي هرب خد الفلوس وقتل مرات صاحب البيت. وانه لما راح بيت اهل شافي قالوا له ان ديليب كان مع ابنهم في دبي، حتى لما وراهم صورته عرفوه لانهم شافوه مره. هنا اشرف قال له انه مش بيلومه عن اللي عمله، بس لازم يكون في مقابل والا هينشر كل اللي عرفه. وقبل ما يمشي قال له انه مش فاهم سبب جوازه من سوجاتا، بس لوك قال ان مهما ديليب صرف على المصنع والبيت فده ما يعتبرش حاجه من اللي سرقها، وانه اول ما ياخد فلوسه هيمشي. عشان كده اتجوز سوجاتا لانه افتكرها تعرف مكان باقي الفلوس. في الوقت ده ساتيسان دخل بيت اشرف يدور على الورق، ولما ما لقاش حاجه راح المركز وقال لهم ان اشرف طلب منه يوديله مفاتيح الدرج بتاعه، ودخل سرق الملفات. انما لوك لما روح بدا يزعق في سوجاتا فسابته ودخلت الاوضه بسرعه. ساعتها ديليب اتضايق ولوك فتح عليها الباب بالعافيه وحاول يضايقها، واول ما جه يضربها ديليب ما قدرش يعمل حاجه واختفى. وبعد ما الضابط اشرف فكر في كلام لوك قرر انه يروح لسيتا ويسالها عن مكان فلوس ديليب، والا هيفضحوا وسمعتهم هتبقى وحشه في البلد. فقالت له انها هتقوم تدور
تدور، وقامت عملت له ليمون. وقتها قالت له انها اشترت سم علشان تموت نفسها بعد ما بلان مات، لان الناس كانت فاكرة انها هي اللي موتته، بس رجعت في كلامها. وقبل ما تخلص كلام الضابط اشرف بيقع على الارض وبيموت. وبالليل خدته هي وانيل وشاشنكان ودفنوه. تاني يوم ولوك نايم، سجاتة خدت هدومه وراحت تطلب الطلاق، فلوك راح لها البيت وقال لهم انه هياخدها دبي. بس بعدها ساتيسان راح لها البيت واداها الملف، قررت توقفه. وقتها لوك شافه وهو واقف معاها، انما سيتا راحت لبيت شافي وطلبت من رشيد يقف جنبهم لان لوك عايز ينتقم منهم. وبالليل ساتيسان خد سجاتة ولوك مشي وراهم. واول ما وقف سجاتة ضربته بالعربية وقالت له انها عرفت كل حاجة وانها ما عادتش بتفكر في ديليب، وراحت المصنع وحرقته. وقتها سيتا خدت رشيد وانيل وراحوا بيت لوك وهددته وقالت له ان كل اللي ولادها عملوه من قتل وسرقة كان علشان تبقى مبسوطة ويجيبوا لها فلوس. بس لوك ما اهتمش بكلامها وضربهم. واول ما مسك انيل يضربه خافت وسابته وجريت على بيتها، قفلت على نفسها. بعدها ساتيسان وسجاتة خدوا معاهم الجمجمة وراحوا قدموا ان ديليب اتقتل وان اللي قتله مرات لوك. علشان كده لوك قرر انه ينتقم. وقبل ما يخرجوا من المركز قابلوا شاشنكان وهو رايح يعترف بكل حاجة. فالشرطة تاني يوم قبضت على سيتا واعترفت انها اللي عملت كل حاجة. وبعد فترة لوك سلم نفسه، واول ما دخل المركز كانت سيتا شنقت نفسها والكرويين حرقوا المصنع والبيت. وبكده لوك يكون حقق انتقامه. وبكده يكون خلص ملخصنا النهارده. متنسوش اللايك والشير وسيبوا لنا رايكم في الكومنتات وقولوا لنا برضو ايه الافلام اللي حابين نلخصها لكم.